السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم كما كتشوفوا غنحضر واحد السمكه في الفرن بتتبيله رائعه جدا. تابعوا معايا الطريقه باش تعرفوا كيفاش قاديتها. اذا في زلافه كنبداو نقادو الشرموله ديال الحوت اللي يمكن لكم تعتمدوها في جميع انواع الحوت. كنتو كتفضلوا هذا النوع من الشرموله. اول حاجه درتها خديت القزبر ومعدنوس مدقوقين، درتهم في زلافه، زدت عليهم ثومه محكوكه، القليل من الملح وملعقه كبيره من الخل. يمكن لكم تعوضوا الخل بعصير الليمون، يعني الحامض اذا كان عندكم يكون احسن، ما كانش راه حتى الخل مزيان. صافي كنضيف شويه ديال العطريه من كل حاجه. درت هنا شويه القليل من الزعتر، ودرت شويه ديال الخرقوم. صافي وكنستمر شويه ديال التحميره، شويه ديال القزبر حبوب مدقوق حتى هو كيعطي واحد الاضافه. يعني راه الشرموله معروفه ديال الحوت شنو كيدار فيها. بالنسبه للناس اللي مبتدئات مازال ما كيعرفوش بزاف الامور، اذا هذه هي الطريقه ديال شرموله الحوت اللي تعتمدوها في جميع انواع الاسماك ديالكم. من بعد ضفت شويه ديال الثومه بودر، ودابا زيت الزيتون. تقدروا ديروا هاد الشرموله مع السردين، يعني كما قلت جميع انواع الحوت راه كتجي حتى هي لذيذه وكتعطي واحد البنه مضافه للاسماك ديالنا. صافي هذه الشرموله اللي عندنا دابا غادي نحركوها مزيان باش تنسجم لينا ديك العطريه اللي درناها مع بعضياتها وتنسجم لينا. في مورا ما خلطناها مزيان دابا غنجيبو السمك، اي نوع من السمك كتفضلوه ومتوفر عندكم، ماشي بالضروره شي سمك معين. صافي كان السمك انا كنفضلو هكا نقسمو من الوسط وندير الشرموله من الوسط هكا كيجي بنين بزاف. كتجي بنينه وكتحس ان ديك الشرموله توزعات في الحوته كامله ودخلات لداخل. يعني الطريقه جربوها وردوا عليا، كتجي احسن من ان نخليو خوته صاينه. واكيد كل واحد والطريقه ديالو، كل واحد والذوق ديالو. انا هذه غير الطريقه ديالي شاركتها معكم، الا عجباتكم جربوها. وزعما اللي عجباتكم من ورا ما تجربوا الطريقه ديالي راه غادي تولي عندكم معتمده. وانا راه كنوع صراحه، ما كل مره كنجرب حاجه جديده كل مره. حتى في الشرموله راه ماشي هي ديال الشرموله اللي كندير انا بجميع انواع الحوت، على حسب الحوت. الا كان شي حوت يعني اللحم ديالو بنين كنحاول نحافظ على هذاك اللذه ديال هذاك الحوت، ما كنبغيش نخسرها، ما كنكثرش كاع العطريه، كندير شويه الزعتر وزيت العود. وشي مرات كنتشهاو حنا هاد الشرموله هذه كل مره ولقينا شنو كتفضل. هذه هي الشكل ديال السمكه مورا ما دهنتها مزيان بهذيك الشرموله ديالي، حتى وزعتها على جميع البلايص. من بعد صافي شاط لي واحد شويه في الزلافه اللي كانت فيها الشرموله، زدت معاها بطاطا دوائر. كتبقى اختياريه هاد ليطاب، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش راه تكتفيو غير بهاد الحوته في الفرن بوحدها وتزيدوا معاها شي شليضات صافي وتكون عندكم هكا واجده. ولا بغيتو ديروا فريت، انا حيتاش الطاوه عندي باقا هنا فيها اسباس، قلت علاش ما نعمرهاش بشي حاجه اخرى كتعجبني. صافي هي باش اختاريت بطاطا ما نقليهاش نديرها هكا في الفران. يمكن لكم تضيفوا اي حاجه، زعما ماشي بالضروره هادشي اللي درت. وضفت هنايا طوماط سوغيز حيت المذاق ديالها كيتماشى مزيان مع الحوت، كتعجبني انا مع الاسماك. واكيد دوائر ديال الحامض. صافي وهكا كتكون الطاوه ديالي وجدات. كندخلوها الفران على نار متوسطه. ومن الاحسن الحوت ما طيبوش بزاف في الفران، غير واحد شويه يبان لكم طاب صافي، حيت الحوت كيبغي تاكله هكا طري باش تحسوا بديك الطراوه ديالو. صافي هذا هو المنظر النهائي ديال الحوت في الفران. ما خليتوش بزاف في الفران، تقريبا واحد اقل من ربع ساعه صافي كتكون واجده عندنا. هذا هو الشكل النهائي ديالها، راه كتجي كتشهي وواحد الرائحه خارجه منها يا سلام. نتمنى تجربوها، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك ومتابعه.